قلت لك امبارح يا باشا، انا يا دوب بحط سلك الشاحن في الفيشه راح مفرقع وقامت حريقه. سلك الشاحن فرقع وقامت حريقه. وسبتوا الشقه ليه يا وفيق؟ مالك صاحبنا اتعور يا باشا، فجرينا بيه على المستشفى، وانا لما شفتك خفت فجريت. ماشي يا وفيق، وانا شاري. كلم بقى زمايلك، ولو حد رد قول له ان انت عايز تقابله ضروري في كافيتيريا العجوزه او كافيتيريا الدقي. ولو الكلام ماشي سكه هتروح، بس لو طلعت بتحور عليا المكالمه مش هيبقى ليها عوزه. لا يا باشا ما بحورش، هتصل حاضر. خد يا حبيبي. افتح السبيكر. بس خلاص اسكت خالص، انا كنت اعمل ايه يعني؟ كده يا وفيق الكلام مش في العدل والحوار شكله شمال. انت بقى هتشرفنا شويه لحد ما نوصل لاصحابك اللي ما بيردوش دول. يا باشا انا قلت لك يا باشا ان انا كنت بحط سلك الشاحن في الفيشه يا باشا وفرقع. يا باشا يا باشا انا ما بحورش عليك والله يا باشا. استعجلي تقرير الادله الجنائيه. الشيخ معتز، في مشكلة حصلت. عرفتوا خدوه على اسم ايه؟ امبابه. الشباب دول تواصلاتنا كلها معاهم كانت على الانترنت مش كده؟ مظبوط يا شيخنا. طيب هتاخد تليفونك وتنزل وتتمشى شوية، وأول ما تبعد هتكلمهم هتقول لهم إن إحنا غيرنا الخطة. وهتبقى ايه؟ ما أنت هتكلمني قبل ما تكلمهم عشان أقول لك هتبقى إيه. طيب كان في ضيف جاي لك، تحب استنى لحد ما يوصل؟ تشغلش بالك، يلا أنت عشان ما تتأخرش. لا يا حبيبتي كل انت. انا بصراحه بعتك دلوقتي وباكل. معلش اصلي هبات النهارده هنا، السبت تبقى ضيقه شكلها كده هتطول. طب نور هكلمك تاني، باي. مساء الفل يا عمر بيه. اهلا سعيد بيه. ده تقرير الفحص الجنائي. زي سيادتك ما توقعت، البودرة دي فعلا بتستخدم في صنع عبوات متفجرة. مساء الخير يا فندم. العميد شريف زيدان، امن وطني. اهلا وسهلا يا شيف بيه، اتفضل. اشتغلت في ضيع ارهاب قبل كده يا عمر بيه؟ لا يا فندم. خير؟ لا خير، انا بسأل بس. انا هاخد تليفون الواد والتقرير ده. طيب بعد اذن سعادتك يا فندم، يا ريت عرفت اللي هيحصل. انا مهتم اعرف الموضوع هيخلص على ايه. اكتب لي تليفونك هنا. اتفضل. شكرا يا باشا، بعد اذنك. اتفضل يا شيف بيه، شرفت. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. ادخل. شريف بيه، احنا تابعنا الارقام يا فندم، ولقينا ان الارقام دي كلها موجوده في مكان واحد سيادتك.
اهو في وسط البلد. طب خد لنا اذن بسرعه، خلينا نلحقهم قبل ما يتحركوا. يلا حالا يا باشا. شريف بيه، يا عمر، احنا حددنا مكان العيال، قاعدين على قهوه في وسط البلد. فين بالظبط يا فندم؟ تعالى. شفت العيال دي؟ لا والله يا باشا ما شفتهمش. ولا ده؟ ولا ده يا باشا. بص كويس. ولا ده كمان يا باشا. مساء الخير يا شريف بيه. مساء الفل. العيال سحبوا ورموا موبايلاتهم في الزباله. بعد اذنك يا فندم، احنا محتاجين ناخد الكاميرات دي وش. ماشي. اقرب محل موبايلات فين يا ابني؟ اخر الشارع شمال كده يا باشا. اروح ابص بصه. دي اخر ارقام بعتها في الكام ساعه اللي فاتوا يا باشا. صور بطايقهم. حاضر. اتفضل يا باشا. جبنا صور العيال، قاموا من على القهوه واتحركوا كده. وانا جبت ارقامهم الجديده. كويس قوي. خالد، شوف العيال دي مكانها فين، وانا هروح القسم اجيب الواد اللي هناك عشان احقق معاه. شريف بيه، مفيش وقت. العيال دي لو معاهم ابوات ورموا تليفوناتهم فاكيد حاسين بان في حاجه بتحصل، وده يخليهم ينفذوا في اي لحظه. اول ما توصل لحاجه بلغني يا خالد، انا رايح مع عمر بالاسم. تعليمات سيادتك. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ معتصم؟ الحمد لله. اقعد. ها؟ كله تمام زي ما أمرت يا شيخ. ان شاء الله ربنا يوفقهم في هدفهم الجديد. آمين يا رب العالمين. في حد هنا عايز اعرفك عليه. مين يا شيخ؟ المهندس اللي هينفذ لنا الصواريخ. يا باشمهندس، مش وقت شاي دلوقتي، تعال اعرفك على الشيخ معتصم. تعال. الشيخ معتصم ده انا بعتبره اخويا الصغير، الباشمهندس زياد اللي هيصنع لنا الصواريخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ معتصم. يا ابني ما تتعبنيش معاك. انت ايه التكليفات اللي جايه لكم؟ يا باشا والله العظيم انا ما اعرف حاجه. طب بلاش. العيال اللي كانوا معاك اساميهم ايه؟ تعرف ايه عنهم؟ برضه يا باشا ما اعرفش. يا ابني افهم، انت كده ماشي في سكه غلط. هات من الاخر واتكلم وما تصعبهاش على نفسك. مفيش حاجه تتقال يا باشا. ايوه. انت متاكد؟ طب اقفل. ايه؟ عرفوا مكانهم؟ العيال هنا في محيط القسم. نعم. توكلنا على الله يا رجاله. مكانهم.